السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. يعرفنيش أو لسه أول مرة تتفرج عليا، فأنا أحمد داوود وبعتبر القناة مساحتي الشخصية، بحب أتكلم فيها براحتي. لو لسه أول مرة تتفرج عليا أو مرة تشوفني فتنساش تعمل سبسكرايب في القناة، ولو مشترك متنساش تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد أول بأول. أهلا بيكم في شهر جديد وبلان جديدة وبداية جديدة. كنا حددنا الشهر اللي فات أو في شهر يناير، عملنا بلان لينا ان احنا 30 حلقة خلال 30 يوم بمعدل كل يوم حلقة، والحمد لله كنا حققنا الهدف ده، والمشاهدات كانت جميلة جدا الحمد لله بفضل ربنا ثم انتم كمان. فكنا خلصنا شهر واحد، شهر يناير 2023، وكنا بنفكر في البلان الجديدة بتاعت شهر فبراير. وكنت بتكلم في اخر فيديو ليا في شهر يناير ان انا حابب ان انا الشهر الجديد يبقى بداية مختلفة، يبقى فيه تغيير، يبقى فيه تطوير، يبقى فيه اي حاجة، لان ما بحبش امشي على رتم واحد او حاجه معينه. فحاولت بقدر الامكان ان انا اغير كلوكيشن او كباك جراوند خلفيه ورايا. حبيت ان انا كمان اطلع في مكان غير كنت بطلع فيه في الاول خالص. ف تعديل بسيط جدا بس مبسوط بيه، وباذن الله يعني تكون بدايه جديده وبدايه افضل الشهر ده يعني، او يكون في تطور ولو 1% أو نص في المية. أنا مبسوط بيه جدا، بس مهم يكون في تغيير، لأن أنا ما بحبش أمشي على رتم معين زي ما قلت في الفيديو قبل كده. المهم كنت لسه امبارح بتكلم مع حد قريب مني جدا في موضوع بدردش معاه، فقلت له إن إحنا أي حد بيختار اختيار في حياته بيتحمل نتيجة اختياره ده. فكنت بدي رأيي، فقلت إن إحنا بنختار في حياتنا ما بين حاجات كتير جدا. الفكرة ان احنا بعد ما بنختار، هل هنرضى بالاختيار ده او هنرضى بالاختيار اللي احنا اخترناه وهنحاول ان احنا نجمله ونحليه، ولا لا هنقول ان احنا ما عرفناش نختار صح وهنبص لاختيارات ناس تانية او هنبص لحياة ناس تانية. فكنت قلت له، ضربت له بمثال كده بسيط خالص، قلت له الاختيار ده عامل مثلا زي الموبايل بتاعك، او عامل زي العجينة اللي انت بتشكلها مثلا بتاعتك. ففي حد بيعمل العجينه دي بيتزا، في حد تاني بيعمل العجينه ديت كيك، في حد بيعمل العجينه التانيه ديت مثلا بيعملها كريب. فقلت له ده اختيارك، اللي اختيارك هو العجينه ديت، وعلى اساسه انت بتشكله او بتختار هتعمله ايه او هتخليه ازاي. في نفس الوقت برضه ضربت مثال تاني بالموبايل، ان انت الاختيار ده عامل زي الموبايل، موبايل نفس الموبايل انت هتشتريه وانا هشتريه، بس انت عملت له، جبت له جراب، ركبت له سكرينه، حملت عليه ابلكيشنز كويسه، قدرت ان انت تتعلم منها، قدرت ان انت تستفاد بيها. انا لا، اخدت نفس الموبايل ده بس انا ما اهتمتش بيه، الشاشه اتكسرت مني، حملت عليه ابلكيشنز اي كلام، واخده وقتي وخلاص، مضيع وقتي. فكان الاختيار هنا هو الموبايل. طب مين حلاه؟ طب مين رضى بيه؟ طب مين جمله وخلى الناس بقت شايفاه حاجه جميله جدا؟ ده رجع او راجع للشخص نفسه. بس لا، حقيقي فعلا انا حابب اقوله ان احنا فعلا بنتحمل نتيجه خيارنا. او انا مثلا كاحمد، كان في اتنين حياه معروضين عليا او اتنين اختيار معروضين عليا، وانا اخترت اختيار على اساس اختيار تاني. او بعد مثلا افكر لو كنت اخترت الاختيار التاني ده كان زي عامل دلوقتي، بس باجي الاقي ان انا لا، لو كنت اخترت الاختيار التاني ده كان ان انا مش هيكون عندي الحاجات اللي عندي دلوقتي، وانا راضي جدا ومبسوط جدا بالحاجات اللي عندي دلوقتي. ومش هتاخد كل حاجه زي ما قلت في الفيديو قبل كده، احنا ما بناخدش كل حاجه. فانا راضي ومؤمن ومتاكد جدا ان انا طالما خلاص انا اخترت الاختيار ده، خلاص انا بقى قده واتحمله وما ابصش لاختيار تاني، لان انا لو كنت اخدت الاختيار التاني ده كنت هبص للحاجه دي. فانا خلاص انا اخترت الاختيار ده، خلاص ابقى قده. هيبقى فيه هنا حاجات حلوه، هيبقى فيه حاجات وحشه، وكذلك الاختيار التاني كان برضه فيه حاجات حلوه وحاجات وحشه. فانا خلاص اخدت الحلو اللي هنا، ما ببصش للحلو اللي هناك، لان خلاص انا اخدت ده بحلو وبوحشه خلاص، والتاني برضه يبقى فيه حلو وفيه وحش. فخلاص انت هي بس انت ايه، اخترت الحلو اللي هنا عن الحلو اللي هناك، انت حابب الحلو اللي هنا ومش حابب الحلو اللي هناك. فهي الفكره ان انت بتاخد او تختار الاختيار بتاعك، وانت بتشكله زي ما انت عايز، او انت بتحليه ليك. انت اخترت اختيارك ورضيت بيه وبقى معاك زي الفل، خلاص انت اللي عملت ده، محدش تاني عمل حاجه غير كده، انت اللي اخترت الاختيار وانت اللي حسنت منه. فانا عايز اقول ان احنا بنختار الحياه بتاعتنا، او احنا بنختار الحاجه اللي احنا عايزينها، او سواء حتى لو احنا ما اخترناش، او احنا قررنا ان احنا ناخد حاجه مكان حاجه، او نختار حاجه مكان حاجه، او نولي حاجه اهتمام اكتر من حاجه تانية، خلاص نتحمل نتيجه اختيارنا ده، او نتحمل نتيجه الحاجه اللي احنا عايزينها دي ونرضى بيها، وتحاول تجمل منها او تحل منها. انا عايز اضرب بس مثال هنا، ان انا مثلا شخص ما مثلا اختار ان هو يهتم بشغله، او ان هو مثلا يتعلم ويكمل تعليم، عن ان هو مثلا يتجوز، او مثلا يختار شريكة في حياته. فانت هنا اخترت التعليم، فانت التعليم مثلا وصلك لبوزيشن معين او لشغل معين،
حاجة حلوة جدًا، بس في نفس الوقت أنت مفتقد مشاعر مثلًا أنت يكون ليك زوجة أو يكون ليك شريك، دي بنلاحظها كتير جدًا في شباب مثلًا لسه صغيرين، وفي واحد لأ اختار إن هو مثلًا يتجوز صغير ويبقى عنده ولد مثلًا أو يخلف بنت أو أيًا كان، وحد تاني لأ اختار إن هو يكمل مثلًا دراسته الأول ويخلص جيشه ويشوف شغل كويس، وبعدين يبقى يشوف مثلًا partner. فما اجيش أنا وقتها أقول لأ يا ريتني كنت مثلًا اتجوزت أو يا ريتني مثلًا كنت لأ، ما هو أنت هنا في حاجات تانية أخدتها، وربنا بيرزّع الأرزاق كلها متساوية، بس كل واحد بياخد رزقه في حاجة، حد بياخده مثلًا في تعليم، حد بياخده في فلوس، حد بياخده في زوجة صالحة، بيتوزّع الأرزاق كلّها زي بعض، بس كل واحد بياخد كمية أكبر أو بياخد القدر أكبر في حاجة تانية. فأنا على سبيل المثال اخترت إن أنا ما اتجوزش دلوقتي، أو إحنا عندنا في عيلتنا أو عندنا في القرية بتاعتنا أو الفيوم عامةً إن هو الشباب بيتجوزوا صغيرين، فأنا يمكن قدّي كده اللي هو أنت إزاي لحد دلوقتي من غير جواز، اللي بيأدّي مثلًا متجوز ومخلّف مثلًا ولدين، بس أنا لأ، أنا حبيت إن أنا أدّي أولوية مثلًا للتعليم، بعدين الجيش، بعدين الشغل، أثبت نفسي في الحياة أو أعمل حاجة الأول، بعدين أبقى أختار إيه، حتّة الشريك ده أو مثلًا الزوجة. أنا كتير جدًا مثلًا لمّا آجي أشوف شباب في سِنّي في العيلة ما بازعلش خالص أو ما أبُصّش اللي هو يا بختكم أنتم عندكم مثلًا أولاد، عندكم زوجة، عندكم لا، لأ، لإن أنا اخترت حاجة تانية، وأنا اللي اخترت الاختيار ده، فخلاص أبقى قد الاختيار ده وأجمّله أحلّيه. فبقيت بعد كده اللي هو بيحسدوني فعلًا الاختيارات، اللي هو يا ريتنا كُلّنا كُنّا استنّينا ما اتجوّزناش دلوقتي، يا ريتنا كُلّنا كُنّا اتعلّمنا أو خلّصنا تعليمنا الأول، بعدين خلصنا جيشنا، بعدين شُفنا مستقبلي، بعدين أبقى أشوف مثلًا حتّة الجواز دي بعد كده. هو أنا هنا رضيت باختياري وحبيت اختياري وحبيت إن أنا أجمل الاختيار بتاعي لدرجة إن هو أنا ما بصيتش لاختيار حد تاني وقلت يا بخته إيه اللي اختاره ده، لأ هو أنا اخترت الاختيار ده خلاص أبقى قده، واحاول إن أنا أخليه محلي حياتي، واحاول إن أنا أحلي حياتي بالاختيار اللي أنا اخترته. بس ده اللي كنت حابب أقوله، إن الاختيار بتاعك أيًا كان حاول تجمله، حاول تحليه، حاول ترضى بيه، يعني ما كنتش حابب أقول أكتر من كده. مبسوط إن أنا بدأت بداية جديدة في شهر جديد، حابب إن أنا أستمر، بس ما تنساش في الآخر إن لو عجبك الفيديو تعمل لايك، أشوفك فيديو جديد وحلقة جديدة، سلام.